ازيكم يا شباب، معاكم سميدة من على المكنه. حلقه النهارده عن تقفيل العداد. في طلعه كده معروفه عند البايكرز اسمها تقفيل العداد لعده اسباب. السبب الاولاني بتجرب بايك لسه شاريه، حب السرعه، او بتجري مع حد. طيب خلينا في الاول في الاخر نقول ان تقفيل العداد مش صح، بس لو هتعمله يبقى تعمله بالاحتياطات اللي هنقول عليها دي. اول حاجه مهمه جدا معانا الحاله الذهنيه. ما ينفعش تطلع تقفل عداد وتجيب 300 وانت حالتك الذهنيه او الجسديه مش مظبوطه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تبقى مدروخ تعبان، واقع بالبايك قبل كده عامل حادثه. لازم ذهنك يبقى صافي تماما وحالتك الصحيه 100%. تاني حاجه لازم تبقى متشيك عليها كويس جدا البايك بتاعتك. ما ينفعش تطلع تجيب ببايك 200 260 300 والبايك نفسها فيها مشكله. لازم تبقى متشيك على شويه حاجات: كاوتش، جنزير، طنابير، فرامل، بلي رقبه. لازم البايك تبقى مظبوطه 100%. انت متخيل لا قدر الله لو ماشي على سرعه 260 وفردة كاوتش فرقعت؟ لازم فردة الكاوتش تبقى جديده مش منمله. مفيش اي مشكله، تبقى عامل تشيك اب كامل على البايك. ثالث حاله الطريق. حاله الطريق مهمه جدا. مفيش طرق كتيره في مصر للاسف بتسمح بالسرعات العاليه 200 و300. مفيش طرق قليله قوي، فلازم تختار طريق هاي واي. الطريق ده لازم انت تكون عارفه، يعني تاخد فيه لفه واثنين وثلاثه، وطبعا ده لازم يكون بالنهار عشان تعرف ملفات الطريق، نقره، كل حاجه من الحاجات دي لازم تبقى عارفها. ما ينفعش تختار طريق صغير او ضيق وتعرض حياه الاخرين للخطر. اهم نقطه في الموضوع ده كله البايكر نفسه. مش اي بايكر يقدر يطلع الطريق ويجيب سرعه 300. مفيش طرق اصلا في مصر تقدر تاخد بيها كورنرنج على 300، ما تقدرش تاخد ملف على 300. فلازم تبقى عارف امكانياتك. ما ينفعش تبقى سايق بقالك 6 شهور طالع ببايك 1000 سي وتلاقي ملف وتاخده على 300. لا قدر الله ده اسمه انتحار. فتاخد بالك جدا من امكانياتك على قد التوب سبيد اللي انت هتعملها. انت ممكن تبقى بتسوق بقالك سنه فتجيب توب سبيد في خط مستقيم، بس تبقى عارف الطريق ومجربه مره واثنين وثلاثه. لكن بقالك 6 شهور او سنه بتسوق ما ينفعش تجيب توب سبيد في طريق فيه كورنرات، انت مش عارف هتعمل ايه. بعد ما خلصنا النقط دي كلها، اهم حاجه بقى السيفتي جير بتاعك. مش هطلب منك تروح تجيب بدله كامله بتاعت السيفتي عشان تستخدمها في الطلعه دي لانها مش عمليه، بس على الاقل تبقى لابس جاكيت، هيلمت، جلوفز، ركب، جزمه سيفتي. الحاجات دي مهمه جدا، ممكن تنقذ حياتك. اهم حاجه في الطلعه دي تاخد 2 صحابك معاك، 2 بايكرز، واحد قدامك واحد وراك. مش لازم على فكره الاثنين يبقى معاهم موتوسيكلات، ممكن واحد بعربيه وواحد موتوسيكل. فكره ان اللي قدامك يبقى كاشف لك الطريق ومعاك على الخوذه، واللي وراك نفس الكلام. حصل حاجه اللي قدامك يبلغك على طول عشان تلحق تقف، واللي وراك لا قدر الله يقدر يلحقك. على المكنه.